من العلامات المهمة جدا للنمو والتطور في منطقة معينة هي سهولة الوصول. إما بيحصل طرق جديدة أو وسائل مواصلات جديدة أو مشاريع جديدة بتخدم مكان معين، ده بيساعد على نموه بشكل كبير وملحوظ في الفترة اللي بعدها على طول، لأن كل ما كانت المنطقة أقرب ناس واقرب للحركه. وزي ما اتكلمنا عن الطرق والخدمات، كمان المستشفيات والمدارس والجامعات، كل ما كان المنطقه اللي انت حابب تستثمر فيها بيتوجه ليها النوع ده من الخدمات او من المخطط او بيتم انشاء الحاجات دي في الوقت الحالي، كل ده بيزود من قيمه استثمارك ومن قيمه العقار اللي انت اخدته او بتفكر ان انت تشتريه. وكمان من الحاجات اللي بتدينا اشارات واضحة على النمو هو البيانات اللي بتقولها الدولة. لأن على سبيل المثال مثلا لما نعرف إن منطقة الار 3 في العاصمة فيها 30 ألف نسمة ساكنة وعايشة، ده بيحرك السوق بشكل معين، فبيبدأ يحصل نمو بعدها في المنطقة دي والمناطق اللي حواليها. ولو هناخد أمثلة من السوق على سبيل المثال، الشخص اللي عرف إن الجامعة الأمريكية هتفتح فرعها في التجمع الخامس فاشترى في محيط الجامعة الأمريكية، وبعد تشغيل الجامعة وبعد ما اتنقل ليها طلبة عرض العقار بتاعه للبيع، قدر يحقق مكسب كبير على أصل رأس المال أكتر من حد تاني معرفش المعلومة أو جه بعد ما الناس كلها جت. كل الكلام ده بيساعد على نمو الاستثمار بتاعك لو عرفت تاخد الخطوة قبل الناس.